موضوع عن الستات او الامهات اللي بتجوز بناتها على دماغها. هي شايفه اللي هي بتعمله صح، لكن من الصح ولا صح الى الصحيح. ايه هي الصح يا عم احمد؟ عشان موضوعك كتر ومواضيعك كده وسعت. الام مفكره نفسها اللي هي ناصحه، جوزي يا بت، اتجوزي اللي معاه فلوس احسن من اللي معهوش فلوس. خلفيه يعني ممكن يكون هي شايفاها بنظريتها صح، لكن لما يحصل مشاكل ويحصل طلاق واول مشكله، الله يخرب بيتك يا امي انت اللي جوزتيني كده، الله يخرب بيتك يا امي انت اللي عملتي لي كده. اتجوزي اللي معاه فلوس، جوزي اللي معاه فلوس. لكن في نقطه هنا، الفلوس مش كل حاجه. انا شايف في نظريتي كده، وبفهم الناس اللي عايزه تفهم ان الفلوس مش كده. الفلوس كوسيله تجيبي طلباتك، تجيبي فساتينك، تجيبي الميك اب بتاعك، تجيبي اكل، تجيبي شرب. لكن الحنيه مش بالفلوس، لكن الاهتمام مش بالفلوس، لكن المشاعر والاحساس مش بالفلوس، لكن الخشة مش بالفلوس. صدقوني والله الفلوس كوسيله تجيبي حاجات اللي حواليكي، تشتري حاجات اللي حواليكي. لكن لازما اي بنت او اي ست في الدنيا لما تيجي تتجوز ما تتجوزش على مبدا الفلوس وبس، لا، تتجوز على مبدا اللي الشخص ده نافعني ولا لا، اهتمام بيا ولا لا، بيحبني زي ما بحبه ولا لا، بيعشقني زي ما بعشقه ولا لا، بيهتم تفاصيلي ولا لا. ما هو في بنات مش عايزه فلوس، عايزه اهتمامات من الشخص اللي قدامها. الاحساس، ما انا ممكن لا مؤاخذه في الكلمه ممكن اخدها او اتجوزها كحيوان معايا في البيت. انت عايزه ايه في حياتك؟ عايزه فلوس؟ خد فلوس. مش انت عايزه كده؟ مش انت عايزه فلوس؟ انت متجوزاني على كده، صح ولا لا؟ ما تجيش تقولي لي بقى خروجات وفسحات وبنت خالتي وبنت عمتي، ما تقوليش الكلام ده. انت متجوزاني عشان فلوس. خدي فلوس، خدي فلوس واسكتي. هتكرهي عيشتك، هتكرهي الملل اللي انت فيه، هتكرهي حياتك، هتكرهي اليوم اللي انت زهرت فيه على الدنيا. انت شايفاني اللي انا بتكلم في هب وكلام في الهوا وكلام فاضي وتقولي الفلوس كل حاجه، والفلوس والله العظيم الفلوس مش كل حاجه. ياما ناس معاها فلوس كتير بس مستمنيه لما تشوف حد مع حبيبه او جوزه وتلاقي الحنيه دي بلمسه ايد، بخوف عليا، بمشاعر واحساس انتوا مش فاهمينها الا لما تخشوا الوضع اللي انتوا تقولوا فيه الفلوس كل شيء. الفلوس كل شيء. خلاص انتوا هرستوا. وممكن كمان لما تتطلقوا، ولا بلاش الكلام ده عشان الكلام ده ليه فيديو تاني خالص. احلى مسا عليكم لو فهمتوني يعني.